أعرف أن أمير الرحالة المسلمين ابن بطوطة من المغرب هو رحالة ومؤرخ وقاض من طنجة، فلا عجب من الاحتفاء به في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في المغرب. انطلقت النسخة 19 من بطولة كأس العالم للأندية على ملعب ابن بطوطة في طنجة. من مواليد مدينة طنجة، ابن بطوطة عاش كواحد من أكبر الرحالة في التاريخ. في القرن 14 سافر وجال العالم وقطع مسافة اللي كتزيد على 100,000 كيلومتر. سأعدد لكم بعض الفرق المشاركة، بل كل الفرق المشاركة في هذه النسخة. أبدأ من الوداد البيضاوي وهو المضيف، الأهلي المصري ممثل أفريقيا، الهلال السعودي عن آسيا، وفريق سياتل الأمريكي، وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونادي فلامينغو البرازيلي، وأخيرا ريال مدريد عن أوروبا. نجم الافتتاح كان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وكان يعرف جيدا كيف يخاطب جمهور بلاده. ديروا النية، الكرة غتضرب بوطو وغتخرج، الكرة غتضرب بوطو وغتخرج. بغيتكم واحد التكريم المباراة الأولى جمعت نادي الأهلي المصري ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وتمكن الأهلي من تسجيل 3 أهداف نظيفة والتأهل للدوري الثاني يقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي. كيف علق جمهور منصات التواصل على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في المغرب؟ أبدأ بتغريدة خالد قال فيها: حفل افتتاح رائع يليق بمكانة المغرب في المحفل الكروي العالمي، ويبرهن قدرة المغرب على تنظيم التظاهرات الرياضية العالمية. أحمد البراك يقول: ألاحظ أن التجربة القطرية في يوم افتتاح كأس العالم تميزها عن سابقاتها، ونقلت عدوى إيجابي لافتتاحات البطولات الأخرى، وكأنهم يحاولون الفوز بالافتتاح الأجمل. شاهدنا ذلك في كأس الخليج بالبصرة، ونشاهده اليوم في المغرب. محمد قال: الافتتاح بدأ بمنارة طنجة رأس سبارتال، والتي تعود لسنة 1864، وهي الفاصل بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ثم تذكير بإنجازات الكرة المغربية في كأس العالم 2022 مع لمحات من ثقافات جهات المملكة. أمينة تقول لك: الجمهور نحتاج فقط للثقة بالنفس. المغرب بان يوم أمس أبان أن المستحيل ليس مغربيا، وأن النية والمعقول قد يوصلاننا إلى مراتب سامية لم نكن لنحلم بها. دعونا نتعرف على الفرق الأكثر فوزا ومشاركة في البطولة. فالنادي الملكي الإسباني ريال مدريد الأكثر فوزا في البطولة ب4 ألقاب، أيضا هو الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 31 هدفا. أما من العرب فالأهلي شارك 8 مرات في البطولة ولم يفز بالكأس ولا مرة واحدة. قيمة الجوائز تبلغ 16 مليون دولار أمريكي، تقسم على الأندية المشاركة بحسب مستوى كل نادي. الأول سيأخذ 5 ملايين دولار أمريكي وهو الفائز بالكأس. بالنسبة للثاني 4 ملايين دولار أمريكي، حلوين. أما المركز الثالث فيحصل على 2.5 مليون دولار.